ب30 جنيه هنجهز بيتنا، ب30 جنيه وقال لي كمان من 30 جنيه هنجهز بيتنا ونجهز مطبخنا لاستقبال الشهر الكريم. وهقول لك فين المكان، وهقول لك كمان ايه اللي تجيبيه وايه اللي ما تجيبيهوش، وايه الحاجه اللي كانت عمليه معايا جدا وايه الحاجه اللي ما كانتش عمليه معايا. وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، ودايما بيتكم عمران بالخير، وانتم عارفين ان بركه رمضان بتحل علينا من قبل كمان ما يجي الشهر الكريم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلى بيتكم وعلى اسرتكم وعلى اولادكم وعلى امه الاسلام والمسلمين يا رب العالمين. ربنا يعود رمضان اعوام واعوام بالخير واليمن والبركات يا رب عليكم ان شاء الله. احنا عملنا بقى جولة حلوة كده، جبنا شوية مشتريات، وبصراحة جايباهم من بدري شوية، يعني بقالي اسبوعين او 3 كده جايباهم. كنت محضراهم لشهر رمضان. طبعا الفيديو بينزل متأخر لان انا ببقى محضرة فيديوهات، كذا فيديو كده وشايلاهم في الرف. بس حبيت اشارككم بقى واقول لكم الاسعار اللي انا اشتريت بيها. بجد جبت شويه حاجات حلوين جدا جدا لمطبخي، والاسعار بتبدا من 30 جنيه وفي كمان حاجات باقل من 30 جنيه. وطبعا الحاجات دي عمليه جدا وهتنفعنا جدا في شهر رمضان، واللي مش عملي واللي ما طلعش حلو معايا فعلا لما جربته هقول لكم عليه طبعا، علشان ما تغلطوش غلطتي وتجيبوها زيي. المصفى اللي انتوا شايفينها دي بأقل من 30 جنيه. المصفى دي ب20 جنيه بس. دي مصفى للرز، بتصفي بيها الرز، بتصفي بيها خضار، بتصفي بيها فاكهه. حلوة جدا وعملية جدا معاكي في المطبخ، وبتنفعك في حاجات كتيرة جدا. وطبعا سعرها 20 جنيه، يعني حاجة بسيطة جدا. وطبعا جبنا شفاشق طبعا لرمضان علشان عصاير رمضان ومشروبات رمضان. كل رمضان وانتوا طيبين وبخير. والشفشق عامل 30 جنيه. وجبت كمان علب التلاجة اللي انتوا شفتوها في الاول دي، اللي انا حطاها في المصفى الصفراء. دي 5 قطع، جايباهم ب35 جنيه. طبعا بتنفع بقى في اي بواقي عندك في الاكل، بتحطيها فيها في العلبة وتحطيها في التلاجة. ودول طقم معالق خشب حلوة جدا برضو، بتبقى خفيفة جدا في ايدك وانت بتعملي الاكل، وكمان في نفس الوقت بتخبطي فيها ما بتجرحش الحلل ولا اي حاجة. بصراحة هي عملية جدا، وانا بحب جدا المعالق الخشب في الاستخدام. ودي بقى مساكة، ودي ما انصحكوش انكم تجيبوا واحدة زيها لان بجد استعملتها تقيلة جدا جدا وبصراحة مش حلوة خالص. ودول بقى طقم سكاكين، 6 سكاكين، بصراحة تحفة تحفة. انصحكم بقى ان انتوا تجيبوا ال6 سكاكين دول، ودول عاملين 45 جنيه. دول 6 سكاكين حامين جدا، وبصراحة سعرهم مش اي حاجة، يعني 45 جنيه. حلوين جدا، استعملتهم تحفة. ممكن تستعملي 3 وتشيلي 3، لان بصراحة ال3 يغنوكي في حاجات كتيرة جدا. حلوين قوي بقى في تقطيع فاكهة، في تقطيع خضار. حلوين، بس اهم حاجه ان انتي ما تسيبيهمش في الميه او ما تبيتيهمش في الميه. يعني ما تسيبيش السكينه في الميه، عشان السكينه لما بتبات في الميه بتبرد. اغسليها على طول، صبيناها على طول وشيليه. وجبت كمان فرشه سيليكون ومعلقه سيليكون، وانا بحب المعالق السيليكون برضو، بتنفع في حاجات كتيره جدا. خاصة لو بتعملي كيكات ولا أي حاجة، بتشيل أي بواقي معاكي في البولة بسهولة جدا. وطبعا لو بتفضي أي بواقي أو أي سمن أو أي حاجة، بصراحة بتبقى حلوة جدا المعلقة السيليكون. أنصحك إن لازم يكون عندك معالق سيليكون في البيت. وطبعا الواحدة الفرشة ب35 جنيه، والمعلقة ب35 جنيه كمان. وجبت كمان المقص اللي شفتوه معانا ده ب45 جنيه. المقص ده برضو عملي جدا في المطبخ. تقطعي بيه بقى اي حاجه، تقطعي بيه جلاش، تقطعي بيه رقاق، تقطعي بيه اي حاجه. طبعا بينفع جدا طبعا في المطبخ. وكمان جبت ستاند للموبايل. الستاند ده عامل 50 جنيه، برضو بينفعك في التصوير. طبعا ده بالنسبه للناس اللي بتصور. وجبت بقى مقاوير للبتنجان زي ما حضراتكم شايفين كده. جبت مقوار عادي، وجبت مقوار كمان بمقشره. بصراحه انا عمري ما جربت المقشره دي خالص، لكن لما جبت المقوار ده وجربته بصراحه في التقشير تحفه جدا. تحفة جدا بجد. لا هاتوه، حلو قوي، حلو قوي المقوار ده. وجبت معايا كمان 6 بولات، 6 بولات ازاز. بصراحة شكلهم تحفة وخامتهم حلوة جدا، ومش هتصدقوا والله سعرهم. انا اول ما شفت سعرهم بصراحة ما صدقتش. 6 بولات ازاز زي ما حضراتكم شايفين معانا كده، وسعرهم 130 جنيه. 130 جنيه بس لل6 بولات. والله بجد، يعني بجد انا ما كنتش مصدقه ان دول ب 130 جنيه. حلوين جدا وعمليين جدا وينفعوكي في حاجات كتيره جدا. خاصة برضو في شهر رمضان هتعملي فيهم حاجات كتيرة جدا. يعني ممكن تبلي فيهم شوية تمر، تبلي فيهم شوية قمر الدين، تعملي فيهم شوية سلطة. يعني ممكن تعملي فيهم حاجات كتيرة جدا ان شاء الله هتنفعك. انا بصراحة اول ما شفتهم قلت هيقطعوا مبلغ، يعني قلت هيعدوا 300 جنيه ولا حاجة، بس بصراحة لما قال لي 130 جنيه، وزي ما شفتوا انا عمالة اشاور لكم على السعر بتاعه،
سعر البولات مكتوب عليها، عماله اشاور لكم عليها، مش عارفه بقى وضحت معاكم ولا لا. ما كنتش مصدقه والله ان سعرهم 130 جنيه. وجبت كمان كوبايات، وطبعا انتوا عارفين اليومين دول هنحتاج كوبايات كتير جدا جدا جدا. جبت بقى كوبايات للشاي. التلات كوبايات عاملين 22 ونص، يعني الست كوبايات عاملين 45 جنيه. 45 جنيه لست كوبايات، برضو سعر حلو جدا ومناسب جدا. جبت بقى انا كام ستة كده زي ما حضراتكم شايفين. بصراحة بحتاج كوبايات كتير جدا. وجبت بقى ورقة الفويل دي او لفة الفويل دي، ودي عاملة 30 جنيه. طبعا برضو هنحتاجها، خاصة برضو في شهر رمضان بنحتاجها كتير شوية. لو هنعمل حاجة بقى في الفرن بنحب نغطيها ولا حاجة. وجبت بقى مولد الشوكولاتة ده بقى لو حابة تعملي شوية شوكولاتات ولا حاجات. طبعا ندخل على الأعياد، كل سنة وانتم طيبين، وهنعمل بقى شوكولاتات وحلويات العيد وكحك العيد، هنحتاجه برضو. فجبته ده كان عامل 35 جنيه تقريبا او 45 جنيه. بصراحة مش فاكرة سعره اوي، يعني هو تقريبا في الحدود دي. جبت كمان ربع ورق حواوشي. ورق الحواوشي ده بتجيبيه من عند برضو بتوع الاكياس والاوراق والحاجات اللي احنا بنجيبها دي، او العلب البلاستيك والحاجات دي. جبت ربع حواوشي من دون او ربع ورق حواوشي. بصراحة ورق الحواوشي ده تحفة جدا، والربع كيلو بيقعد عندك فترة كبيرة جدا، بتستعمليه في حاجات كتيرة جدا برضو في المطبخ. والله من ساعة ما عرفته ما ببطلش اجيبه. بجيب الربع كيلو، عايزة اقول لكم ممكن يقعد عندي سنة. والربع كيلو عامل 25 جنيه. جبت كمان بقى الأكياس اللي هي الحرارية دي، ودي طبعا بتنفعنا برضو في شهر رمضان. لو حبيتي بقى تسوي بطاية، لو حبيتي تسوي ديك رومي، لو حبيتي تحطي فرختين مع بعضيهم في كيس كده واحد، برضو بتنفعنا جدا برضو الأكياس الحرارية دي. جبت بقى كيس كده زي ما حضراتكم شايفين، او باكت. جبت باكت، في باكت بيبقى فيه 3 اكياس، وفي باكت بيبقى فيه كيسين. طبعا اللي بيبقى فيه كيسين دون بيبقى اللي هو حجمه كبير، اللي هو بقى للديك الرومي او البطاية. ده بيبقى كيسين بس. لكن الباكت اللي هو فيه 3 اكياس بيبقى اللي هو ايه متوسط شوية، ممكن تحطي بقى فيه فرخة، ممكن تحطي فيه فرخة وشوية خضار كده يعني. وجبت كمان بصمة للكحك، والبصمة دي عاملة 7 جنيه ونص تقريبا. معلش والله انا في اسعار كده مش فاكراها، بس لاني جايباها بقالي زي ما بقول لكم اسبوعين كده او 3 اسابيع، يعني جايباها بقالي شوية. فطبعا في حاجات بقى يعني نسيتها شوية، معلش. معلش اعذروني، بس انا بقول لكم بقى في التقريب يعني هي الاسعار كده. جبت كمان قطعة كده للبسبوسة كده وللكنافة، حلويات رمضان بقى، كل سنة وانتم طيبين. بصراحة كنت فرحانة بيها جدا، وعملت بقى بيها البسبوسة وعملت لكم بيها فيديو. عملت فيديو عن البسبوسة حلو جدا. يا ريت ان شاء الله لما انزله بقى تدخلوا وتقولوا لي رأيكم فيها ايه. مع اني والله مش عارفة انه فيديو هينزل الاول، فيديو المشتريات دي ولا فيديو البسبوسة. عامة انا عامله لكم فيديوهات حلوة جدا عن شهر رمضان. عامله لكم البسبوسة وعامله لكم الجلاش. عامله الجلاش بحشوتين حلوين جدا ان شاء الله. لما ينزل تشوفوه، وبرضه تقولوا لي رأيكم فيه ايه. وكمان عاملين سفرة اول يوم رمضان، عاملينها من غير رومي ومن غير بط. عاملين سفرة حلوة جدا، يعني عاملين شوية فيديوهات حلوين جدا ان شاء الله على القناة. يا ريت بقى لو عجبتكم الفيديوهات تدخلوا كده وتاخدوا لكم لفة كده في القناة، وتقولوا لي رأيكم في القناة كلها ايه، وان شاء الله تنول اعجابكم يا رب. وكده بقى احنا لسه ما قلناش المشتريات دي احنا جايبينها من المشتريات دي جايبينها من حمام التلات. حمام التلات فيه اسعار حلوة كده على قد الايد، وكلها حاجات بسيطة زي ما حضراتكم شايفين كده، واسعار برضو قريبة جدا. يعني لو هتاخدي 600 700 جنيه هتنزلي تجيبي شوية مشتريات حلوين جدا. يعني بصي مش هتوصلي لل1000 جنيه، عمرك ما هتوصلي لل1000 جنيه. وطبعا لو عايزة حاجة اغلى من كده، طبعا في محلات كبيرة بيبقى فيها اسعار طبعا اغلى من كده، وحاجات عالية جامد طبعا. يعني على حسب الميزانية اللي معاكي او الميزانية بتاعتك هتجيبي كل اللي انت عايزاه. لو عايزة حاجة قريبة زي الحاجات دي، لو عايزة حاجة عالية، كل حاجة موجودة ان شاء الله هناك. انزلي كده خدي لك جولة حلوة كده، وشوفي ايه اللي ناقصك وهاتي، وكل حاجة موجودة هناك. وزي ما بقولك الاسعار زي ما انت عايزة هناك. يا رب بقى ان شاء الله الجولة بتاعتنا والمشتريات بتاعتنا النهاردة تكون عجبتكم. يا ريت لو عجبتكم بقى ما تنسوناش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة ليصلكم منا كل جديد. وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.